السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى كاع راكم معايا وراكم بخير، وهذا الفيديو يلقاكم مهنيين. اليوم ان شاء الله باذن الله ليلة الشك. اكيد 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 توجدوا القلب اللوز قبل بليله الغدوه من داك سيدنا رمضان. البنات، هذه الوصفه الاصليه اللي راه باغي قلب اللوز الاصلي، هذه هي الوصفه التقليديه الاصليه، الوصفة الجزائرية التقليدية الأصلية. البنات جربوا معايا هذه الوصفة ما غاديش تندموا. الحاجة الأولى البنات، عندنا السني، ضروري نعرفوا المقياس نتاع السني والعلو يليق يكون عالي. شوفوا مقارنة بهذا السني، هذا السني نفس لي ديمونسيون بصح شوفوا ماشي عالي، وكي نشربوا الشامية تاعنا يعني العلو تاعه ناقص بارابور هذا العلو تاعه عالي. هنايا البنات عندنا السني تاعنا فيه 30 على 24 بهذا المقادير، طبعا 30 على 24. هنا عندي سميد خاشن، هذا سميد خاشن البنات. هنا عندي في المقادير نديرو 4 كيسان تاع سميد كما راكم تشوفوا، 4 كيسان تاع سميد بهذا العبر نتاع الكاس. ولا بغيتي تكبري السني يعني اكيد تكبري العبر يكون كبير. المهم انا ما نبغيش هاد الشاميه ولا قلب اللوز تكون خشينه بزاف. هذا العلو تاع الشاميه يعني متوسط لاباس به، هذاك هو مغليظ مرقيق. هذا هو السميد تاعنا. هنا نوري لكم السميد كي نحطوه في السني تاعنا يليق كي ندخلوا صبعنا يلحق مثلا العلو تاع السميد تاعنا 1 سنتيمتر، خليه يلحق حتى لعند الضفر، يعني النص تاع الصبع عند هذاك الخط النص تاعه. شوفوا السميد النوعيه هذه راها خاشنه، ماهوش تاع الشيشه، انا ما لقيتش تاع الشيشه، بصح هذه النوعيه جيده ويافي بالغرض. فوالا شوفوا البنات، انتوما جربوا الوصفه وما خسرتوا والو، وعلى ضمانتي انا صدقوني من اروع ما غادي يعني تجربوا. وصفه ناجحه 100%، وهذه هي الوصفه بدون اي اضافات. يعني الوصفه راني نقول لكم وصفه تقليديه تاع بكري وتاع زمان، وفيها بنة زمان يا سلام. المهم احنا نحطوا هذيك الكميه تاعنا تاع سميد في قصعه ولا في بول كيما هكا، وغادي نروحوا للسكر. فيما يخص السكر، بنفس العبر اللي عبرنا به السميد غادي نعبروا به السكر. في 4 كيسان تاع سميد درنا 3 كيسان تاع سكر. غادي ندخلوا كاع هذاك السكر مليح في السميد هنا حتى نحسوا بالسكر راه حبه بحبه مع السميد. بعد ذلك غادي نزيدوا كميه من السمن البنات. السمن هنا عندنا 1/4 كاس، والسمن هو اللي يعطيها هذاك المذاق نتاع بنة زمان. غادي نحاولوا باش ندخلوا هذاك السمن في هذاك السميد والسكر، كي شغل نبسوه، ندخلوا مليح هذاك السمن بهذه الطريقه. المهم نبسوها ولا ندخلوا تنحسوا باللي السميد كاع تشاه ولا يعني تبسس بهذيك السمنه. من بين هذه الوصفات التقليديه يعني ما نديروش فيها اضافات البنات، ما كانش هذيك خميره الحلويات المهم ما نديرو حتى اضافه، نخلوها على طبيعتها. برك نديرو ضروري نيسيسير. شوفوا نتوما تشوفوا العلو تاع في السني كان العلو ضعيف يعني ناقص، بصح هي كي تجي في السني تاعها وطيب ونزيدو نشربوها بالشربات غادي تزيد تطلع شويه. المهم هنايا دخلنا مليح هذاك السمن في السميد ومع السكر، تانيك حسينا باللي كاع السكر توزع في هذاك السميد. هنا غادي نزيدو 1/4 كاس نتاع ماء، ونبدو ندخلو هذاك الماء في هذا السميد، نقعدو نرشو حتى نكملو كاع الكميه. الماء عادي، الماء ما راهو لا حامي ولا بارد من الثلاجه ولا حاجه، يعني من الحنفيه ديروا 1/4 كاس وبدو ترشوا فيها حتى تكملوا كاع الكميه تاعكم كما قلت لكم.
ما تخافوش من هذا القلب اللوز البنات، راه ناجح 100%. هذه هي الوصفة، نقول ونعاود نقول ونعاود، صدقوني من أروع الوصفات. جربوها البنات ورجعوا لي في التعليقات، راح يكون قلب اللوز ناجح 100%. وكأنه شريتيها من أفخم المحلات نتاع قلب اللوز ولا نتاع الحلويات. هناك عدة طرق، كاين بزاف، كل واحد وطريقة تاعه في التحضير. كاين هذاك قلب اللوز اللي راهم يديروه اكسبريس، يعني تم طيبيه، بصح احنا اليوم درنا الوصفة التقليدية. كاع الوصفات التقليدية تاع زمان نخلو السميد تاعنا يبات. انا كملت كاع الكمية تاع الماء تاعي، وحسينا باللي السميد كاع يعني دخله هذاك الربع كاس نتاع ماء. شوفوا كي راه تحسوا باللي راه يعني مبلل، يعني مشمخ ابان، شغل كيما مانيش عارفه انا، كيما الطعام من تنفخيه وينشف هكا. دروك غادي نغطوه بالكيس بلاستيكي ونخلو الخلطه تاعنا ولا السميد هذا يبات. وهنا الغدوه من داك بغينا نخدمو الشاميه، نوجد اللوز تاعي يتنفخ في شويه تاع ما زهر باش كي نطيبوه في الشاميه ما ينحرقناش اللوز. هنايا الشربات، نزيدو نوجدو الشربات تاعنا باش تبرد. درت يوطرو تاع ما ودرت فيه 2 كيلات تاع سكر، بنفس الكيلات تاع السميد وتاع السكر اللي ما قبل، نفس الكيلات درت يوطرو تاع حليب، عفوا يوطرو تاع ما في 2 كيسان نتاع سكر، ونديرو شريحة تاع ليمون. هنا غادي نحطوه على النار 5 دقائق، كي يغلي 5 دقائق نطفو عليه. وهنا غادي نديرو هذاك ليكستري نتاع المزهر. شوفوا قاطع وشباب بزاف، ننصحكم به البنات. هنا درت غير 4 قطرات ولا 5 باسكو جاي يعني ليكستري. بعد اللي باتت السميدة تاعنا مع السكر، شوفوا كيفاش تنشف، شربت كاع هذوك شويه تاع السوائل وحكمت روحها. وتحسوا بها كشغل راها كيما البلوكه. احنا غادي نحاولوا باش نحلوا كاع هذوك الكويرات تاعنا، نحطوها كيما هكا في حاجه، في اناء يكون كبير ولا في قصعه، ونحلوا كاع هذاك السميد تاعنا مع السكر. ما نخلوش كاع الكويرات البنات، نحاولوا باش نحلوها مليح. في هذاك القيس كي ينحل غادي نديرو كاس نتاع ماء ونبدو نرشو غير بشويه بالتدريج البنات. حنا ما غاديش نديرو هذاك الكاس تاع الماء في دفعه واحده، نديرو ونجربو غير بشويه غير بشويه حتى نحسو بهذاك السميد تاعنا بدا ينجمع عاده باش نحبسو الماء. قادر نكونسومو كاع الكميه كيما قادر ما نستعملوش كاع الكميه تاع الماء. هنا يعني من السميد للسميد تتغير في الكونسوماسيون تاع السوائل. المهم حنايا غادي نبدو نديرو الماء بالتدريج كما راكم تشوفوا. هنايا راني نزيد رشو غير بشويه. هنا بدات شويه العجينه تتقال، شوفوا هنايا كي راها تتلم، شوفوا كي راها ما تنحلش العجينه، شاده روحها و ميم طون مرمله، ما راهاش زعما شاده روحها وقاعده كي العجينه، لا راها شاده روحها كي نكوروها و ميم طون جايه مرمله. في هذاك القيس غادي نلموا العجينه تاعنا. شوفوا الكميه اللي كونسوميتها، صافي كونسوميت نصف كاس تاع ماء. هنا غادي نديرو شويه تاع سمن، ياك في البدايه حنا في السميد بدينا بالسمن، حتى الصينيه تاعنا غادي ندهنوها بالسمن. ذوبت هذيك السمنه غير في السني، غير تما حميت السني وحطيت هذيك السمن ذوبتها ومسحوا مليح السني تاعكم. ومن بعد غادي نحطوا هذاك السميد ونبدو نمشوا فيه غير بشويه في السني تاعنا. هنا بليت ابان يدي غير شويه كيما شتو، ونبدو نمشوا نوزعوا كاع هذاك السميد في هذيك السني تاعنا. نضغطوا بصح ما نضغطوش بزاف البنات، غير قد ما نسوو كشغل رانا نمشوا في السميد او ميم طون رانا نسوو في السطح تاع السني تاعنا. من بعد غادي باش يولي عندها وجه شباب وجاي رطب، نحاولوا باش نديروها يا بمغرف يا بهذا الاله ولا بهذا الكوبات هذه. وهنا راني كشغل ماشي نقطع فيها، ندير غير لا فورم هكا، غير لا فورم
نتاع الشكل اللي راكم باغيينه، مربعات ولا مستطيلات، ولا تبغوا ما ديروهاش كاع ما ديروهاش هذه الخطوه. وهنا نزينوها باللوز، ماشي مشروط اللوز، الا عندك اللوز ديري، الا عندك الكاوكاو ديري، اي حاجه. ما عندكش ما ديريش، خليها كيما راها. وهنا ما درناهاش محشيه، يعني قلت لكم الوصفه التقليديه الاصليه. وحنا ديجا رانا شاعلين على النار في الفرن، الغاز تاعنا راه يحمى، يبغي نار قاويه. نحطوها على 220 درجه ونخلوها طيب من تحت ومن الفوق، وهي حاميه كي طيب والشربات بارده نسقو الشربات تاعنا. انا هنايا ما داتليش كاع الكميه تاع الشربات البنات، دات لي نصف الكميه، نص يطرو يعني نصف الكميه. هذه هي الوصفه البنات، صدقوني مذاق ما شاء الله. على ضمانتي هاد الوصفه البنات، اللي عجبتها هاد الوصفه تاع قلب اللوز ولا جربها يكتب لي في التعليقات. ما تنسوش تضغطوا على زر الاعجاب وزر الاشتراك اذا عجبكم هذا الفيديو، واللي دخلوا القناه تاعي جدد نقول لهم مرحبا بكم، واللي عمرهم ما شافوا القناه تاعي نقول لهم مرحبا بكم. هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم البنات نتهلاو في رواحكم، ونقول لكم رمضان كريم، تصوموا بالصحه والستر، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.